بزاف ديال المغاربه ما صيفوش هاد العام. وفيما مشيتي كاين الغلا. زياده على العطله الصيفيه هناك التزامات اخرى. يلا سالينا من العيد الكبير ودخلنا العطله الصيفيه، ندخلوا المدرسه الى اخره. الاغلبيه ديال المغاربه خدامين بالسميك اللي كيساوي تقريبا 3400 درهم. انا فريمون جو مو دوموند ملي كنشوف لي بري اللي وصلوا في المغرب، جو مو دوموند كيفاش كيديروا الناس اللي كيشدوا السميك. ما عرفت كيديروا باش تخرجي تقداي قهوه. كل شيء واضح. يعني العام كامل وهو كيتقاتل مع مصاريف الكراء ومصاريف العيش. يلا خذ حيد عليا من الناس اللي خايفكم. يلا على لنا باش نتقداو. شناهي؟ باش نتقداو ما ناكلوا والو. تاكلوا هاويلي يا كلتوا البارح تاكلوا اليوم ثاني. وشنو مالكم على هذه الحاله؟ راه غتاكلوني انا ويلي. اجي باش عشينا البارح. باللوبيا. مزيان. شاطت اللوبيا. مزيان. ايوا سخنيها ونفسي فيها البابه وحطوا الغراف ديال الماء وكلوا خرجوا طعموا. ونحن غنبقاو قاعدين ماكلت اللوبيا. المسطيه اللوبيا راه ما عرفاش القيمه ديالها. اللوبيا لا راه فيها الفوسفات وفيها المغناطيسي. نحن غنغطسوا في البابر في النايض. لطيف جبد. هادشي الا قلنا مثلا غير هو رب اسره ومجوج مازال ما عندوش اطفال، فما بالك الا عنده اطفال. صعيب. لا كثر الانسان الخصوص الشهريه ما كافياش. كيبقى الانسان كيعدي باش ما كان وهادي ما بقاوش كاين الانسان كيسافر كيف بحال اللي كان، ما بقاش الانسان كياكل داكشي اللي كان كياكلو شحال هادي. دابا الناس كيسولوا في العطله يلا كيتكافاو غير مع اللي مثلا عنده وليدات باش يقري وليداتو اكسيتيرا، وحتى الحوايج وداكشي الناس ما بقاوش قادرين باش يشريوهم وداكشي. دونك بحال المجتمع المغربي ولا خاصو يركز غير على داكشي الاولويات. نقولوا انه مثلا كاريب 2000 درهم، يعني غادي تبقى ليه 1400 درهم في الشهر كامل. خوتي خواتاتي، كاينه محبوبات الجماهير، كاينه اللي كيبغيوها المغاربه، كاينه اللي كدور في القاعات الكبار. القاعه كيما بغات كتكون هي الاولى مستفه وشادينها التريتورات هي ليهم، هي اللي هذا النهار غندخل عليها على الخط، هي اللي غندخل عليها على الخط. غتبقى ليه 1400 درهم، غادي خصو يخلص بها الضو، غادي خصو يخلص بها الماء، غادي خصو يلبس 500 و 600 مليون. فين هو غادي؟ فما بالك بالعطله ديال الصيف. اكادير. ايوا فهمتي مثلا بيد مع بيدروم دامي. ايوا بيان سور شنقول لك، كندخل كنلقى كيخرج بحال الجاحي، كندخل ليزابليكاسيون ديال لي دوطر عيني كيخرجوا كيدلاو على ليكرون. علاش؟ سي ترو شير. سي اوغ دو بري. اللي الانسان خاصو يدوز العطله ديال الصيف باش يشارجي الطاقه الايجابيه باش يكمل العام الجاي. الناس اللي ما عارفينيش، سميتي محصنه، كندير فيديوهات على اي حاجه اللي نقدروا نستافدوا منها ونستمتعوا في نفس الوقت. ما تنساش دير معاك لايك وسبسكرايب وتبارطاجي الفيديو، اكيد ما غتندمش. المغرب هو كيتميز تنوع المناطق ديالو، والانسان كيبغي يكتشف مدن اخرين، وهذا هو اللي كيتسمى بالسياحه الداخليه. لكن للاسف الناس ولات كتفضل انها تبقى في مدينتها وتجلس في دارها على انها تمشي تكتشف، لانه ما عندهمش القدره الشرائيه باش يدوزوا العطله او يسافروا لمدن اخرين. بحال الناس بغى يبقى في التوريزم المحلي. توريزم بحال ما طلبش حاجه ما كايناش. ما قلت مالديف، ما قلت ماليزيا، ما قلت اندونيزي، ما قلت اسبانيا. كلشي ولا المغرب كله في اسبانيا دابا. ما قلتش الا انا وهاد السيده. مثلا مدينه مراكش مدينه سياحيه بامتياز، بزاف ديال الناس كيجيو ليها. انا مدينه مراكش هي مدينتي، محبوبه قلبي. الصهد اللي كنسميوه بتقيق كيبدا فيها بكري، هي اول مدينه كيجي فيها الصهد على المغرب كامل. وعرفتي اخويا اللي جا مراك واحد الله يدي يفهم ما معنى بابا يا امك. هادشي غير اما اليوم راه ولا فارا يا امك، راه وصلنا لك راه انت ويلي راه بزاف اخويا. يعني المراكشي ضروري غتلقاه يا اما في جديده يا اما في صوره يا اما في اسفي، لانه هما اللي قرابين لينا بزاف. او كنمشيو مثلا الاوريكا، اسني، اللي حتى هما بلايص باردين فيهم الجبال فيهم الماء فيهم، يعني الانسان كيستجم واحد شويه وكينسى الروتين ديال الحياه. هذيك الساعه حنا فاش كنا كنمشيو لاسني ولا الاوريكا كانت الدنيا بسيطه وزوينه ورخاء، تقدر كاع انت تجيب معاك البوطه ديالك والطياب وتجلس ونزاها ودوز النهار ديالك بسلام. ما كانوش بزاف هذوك البيوت بحال بداو تيتطوروا بشويه هذوك البيوت اللي حدا الواد. دابا حاليا الناس كيتشكاو بزاف من الاثمنه. بالنسبه لوليك اخويا كان زوينه. دابا في ديامات الخرات الثمن بالجهد طاجون 100 درهم، قرعه الموضه ديالها فيها تاع تيترو ديالها 120 وصلنا 240 300 ريال، بلاصه 1000 ريال. انت واكل شاد ماكل طاجين 100 درهم
صرف واحد 200 درهم ديال الماكله تخلص 50 درهم ديال البلاصه. نعرفوا من قبل حسب الاثمنه يكونوا اثمنه مناسبه، كنكتشفوا باللي ولاو كيدخلوا بزاف د البلايص هنا المنيو وداك الشيء باك. خصك الا بغيتي تجيب واحد الميزانيه باش انك تقدر تشد واحد طاجين، تشد فريت، شي حاجه هكا في المشروبات. 10 درهم الموتور، ها هو موتور في نحطوا ولا 10 درهم. بعدا مرات شي مابقاش يطلعوا لها، مرات شي بغيت باش طلع مع ماكلته. شكون طريت الناس كازا الرباط. انا والمدام ديالي قعدنا هاد النهار هذا راه طلع الثمن بزاف، واكل بمقطاج 100 درهم بزاف عليه يعني صراحه الله. شي طاجين فيه 4 اللحمه صح. الواد دابا راه لا ما كاينش فين تاهم، لا ما تصيفيش ما تعاونش الواد. à 100 dirhams ça fait un peu trop cher بزاف. كيجي عندك واحد اخر ما عنده لا باج، ما عنده حتى شي صفه انه باش يهضر معاك على سميتو الواد، كيجي تيقول لك خصك التسالي، خصك تخلص ليا. يعني هذا الشيء هذا ما بقاش كيعاون الناس انهم يجيو، ولاو كيخليو الصوره خايبه باش انهم يشوفوا الاجواء هذه اللي من حق اي مواطن. وكنطلب منهم انهم الا شافوا هذا الشيء انهم يحاولوا يراجعوا نفسهم. يعني الاثمنه غلاو بزاف، الناس كيتشكاو 50 درهم البلاصه. عمرني سمعتها انا مراكشيه وعمرني سمعت هاد الاثمنه ديال 50 درهم البلاصه، يعني غاليه بزاف. كنا حنا كناخذوا نديو البوطه معنا وناكلوا داكشي، او لا مثلا تجلس في شي بلاصه وتتحط لك الماكله يعني بلاصه ما كانتش الاب ديالي ولي كيخلص علينا، ولكن عمرني سمعت البلاصه الصراحه يعني كنت نجلسوا في البلاصه وتجيب لك الطاجين وصافي. غادي تسافر هنا في المغرب دابا تقدر تسافر لاسبانيا وما تسافرش المغرب. شوفي الناس هنا ما كتراعيش خصوصا داك المشروع اللي عندنا في المغرب ديال 20 مليون سائح. الناس ما كتفكر غير ديك اللحظه واش قرعه الماء ديال الماء معدني ب 20 درهم، قهوه ب 20 درهم. حشومه خاصك دير اثمنه مناسبه وتشجع السياحه الداخليه. ولينا دابا كنلقاو منتوج واحد عنده 3 حتى 4 ديال الاثمنه على حساب البلاصه اللي هو فيها. في مراكش الشارع محمد السادس، المهم واحد القهوه معروفه كاينه في الشارع. وقفت مع 2 ديال الليل ناخذ قرعه الماء، خديت قرعه الماء صغار 5 صغار. هاد القريعات هادو كيديروا في حانوت 4 درهم، حسبوا لي 20 درهم القرعه. هادشي ما قالش، انا بغيت ناخذ المهم نمشي بحالي 20 درهم القرعه. قلت له الله يخليك شنو الطمع هذا، شنو هذا الجشع اللي يا خويا حنا خدامين. قلت له راه مثلا ما تهضرش عليك انت كتهضر على والقهوه اللي كرشو كبيره لهاد الدرجه وحاسب القرعه اللي هي ب 4 دراهم. قلت له على الاقل دير الدوبل مثلا 8 دراهم، ضربها في 3 سيدي 12 درهم. ولكن باش تضرب القرعه ثمن القرعه ب 5 20 درهم، قرعه صغيره هاد الماء. انا تنقول دابا علاش بنادم تكره من البلاد؟ علاش؟ لان بحال التصرفات ديال هاد الناس اللي كيعطيو صوره خايبه على البلاد. علاش هاد الطمع وهاد الجشع على هاد الدرجه؟ علاش ما فهمتش. قرعه هاد الماء صغيره شو على مستوى فين وصلنا. يعني السؤال اللي كيتطرح هو شكون هاد الناس اللي كياخذوا تاخذوا هاد القرارات على المواطن؟ واش هذا كامل استغلال؟ هذا كامل بنادم بغى يربح بالزربه؟ زيد الثمن في الصيف، اشنو انت كتبيع العام كله. كاين بعض المناطق اللي ما كيبيعوش بحالهم بحال دوك اللي كيزيدوا على اللي كيتفرجوا في كيزيد بزاف. دابا كيقول لك الصيف هذا كيفاش الصيف هذا تزيد عليا انا وانت كتشريها بنفس الثمن؟ شو هو السردين 40 درهم فيها 7 سردينات. علاش تزيد انت؟ علاش تزيد؟ علاش؟ يعني اللي فهمنا من هذا الشيء اللي واقع هو انه بحال ولات واحد الفوضى كبيره جدا لدرجه انه اشخاص كيديروا الثمن اللي بغاو باش يوفروا لك واحد الخدمه معينه. دابا خويا كاين 10 دراهم وكاين 8 دراهم وكاين 5 دراهم. دابا راه صعيب السيد ياكل 10 كراموسات ب 1000 ريال بزاف. السيده كتقول لي 100 درهم كيتخلع كيتصدم كيشد راسو او حتى بزاف. وكنلقاو مشاكل اخويا. هادشي اللي كاين ديال المغرب هذا اللي كاين حاليا دابا كامل ديال المغرب. قبل دابا السيد اخويا 20 درهم كان كياكل هو العائله ديالو كاملين. دابا 20 درهم راه يلاه ياكل فيها كراموسه ولا الجير صافي. والقراد ديالها عمره ما كيطيح وقيمتها عمرها ما كتبدل. هي غريبه المغربيه. مشيتي مثلا غير تشد الباركينغ غادي خصك تخلص الباركينغ. حنا عارفين بلي راه التضخم راه وصل في العالم كامل، انه الناس ما بقاش كافيهم الصالير ديالهم، انه راه ولينا كنسمعوا من شحال هادي. ملي كنهضر معاك كنقول تقربش للربا لانه هو الساروت رقم 1 في الانفلاسيون وبغلاء الاسعار. حنا كلشي كنعانيو منه كلنا. انا ما واخد لا ربا ولا يحزنون، عايشين في الكرا وانت مغلي عليه الاسعار وكتقولي دوي لي على غلاء الاسعار. واللي ما فهمش السيركوي ديال علاقه الربا بالتضخم بزياده الاسعار لا ما بقيت تقول لنا عندنا ندوي على غلاء الاسعار. ولكن هذا الاستغلال الزائد علامه استفهام كبيره بزاف، لانه اي خطوه دابا درتيها والا كتحط عليها. خرجت مراكش استاسيونيت موبيل حدا واحد المنتجع سياحي. الدار ديالي قال لي شوف، قال لي انا تعطيني الساروت بلاصيها 100 درهم، ريبت بلاصيها ب 50 درهم. التشفارت والطمع وكل شيء ما يمكن القدره الشرائيه ديجا بهلوكه وزدتوها لبستوها. هذا الشيء الناس خاص المسؤولين يديروا هذا، يوقفوا على هذا الشيء ويراقبوا الاسعار لان بنادم داير ما بغا في البلاد.
الانسان للاسف ولا ناسي الجانب الديني في التعاملات ديالو في الخدمه ديالو. الا كان مثلا الانسان عنده واحد المشروع ضروري انه يقدم واحد الخدمه باحسن جوده. ان الله تعالى يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. يعني انت فاش كدير واحد المشروع اولا كتقدم مثلا في الريستورا واحد لو غوبا خاصك تعطيه ليا وانت فرحان وسعيد، ماشي انت ما حاملش هذيك الخدمه اولا كنحس براسي انا بحال داير فيا خير واخا انني انا حاطه الفلوس. راه هادشي هو اللي كيحس به الانسان حاليا في بزاف ديال البلايص، ما كنعممش، في بزاف ديال البلايص. تبارك الله عليكم وبقاو معنا. عندنا طحين محرق في الكوكوط، حرقته هذا راه محرق بحال ديال السله. راه صفحات كتحرق. نورمالمون راه الجامعات مرات محدده لينا 5 دراهم 4 دراهم نورمالمون، دار 10 دراهم نعطيوها ليه بحال ديك 6 دراهم غندورو معاه، ولكن انت كتقول 40 درهم ما بقيتي كاع كتحشم. هو تقول لي بيشجع السياحه الداخليه، هذا تيجريو على السياحه الداخليه، تقول لك مراكش خوات مراكش راه ما بقاوش هما اللي يجريو على الناس. راه الانسان خاصو يكون معقول في الاثمنه ديالو باش تكون كتجيب لك ناس اخرين والتعامل يكون مزيان، باش الانسان تيعقل عليك تيريكومونديك لواحد اخر، ماشي تكون جاشع تولي بنادم تيهرب عليك وتيعايرك ويقدر كاع يدعي فيك حياتك كامله. تنسى الانسان بلي راه الله كاين وانه ما خصوش يغش وانه ما خصوش يزيد في الثمن، يقول بقول مسلم وبزاف ديال الحوايج للاسف. يعني حنا اللي تنقولوا واش هاد السلطه عزات على حل. الا بديت تقول لي راه مشكل ديال انك كتضد في هذا العام، الا ما تضفاش على ظهري كاينه طرق اخرى ممكن نتوما تضفوهم بطريقه مباشره. يعني تنفضل تزيدوا عليها في الضريبه وفي الفينيت او في حاجه اخرى اللي نخلصها سنويا ويكون عندي الحق في الكارديانا. جا شفنا مدن اخرى بحال اكادير تقدر تجاوزات هاد المعضله، شفنا المحمديه. يعني علاش حنا المنتخبين ديالنا ما يبدعوش؟ كيولي عندك هاجس الا كنتي خارج مع الصباح خصك واحد تكسر، حيت لا ما تكسر راه غيوقع لك مشكل. مشيتي بغيتي غير دغيا حطيتي الطوموبيل وسبتوها تلقى الصابو. اخوان السلام عليكم، كنت غادي لواحد الموعد ديالي خدمه الناس تسناني، جيت الطوموبيل ديالي شوفوا شنو بقى فيها، داروا لنا الصابون. غير بغيت انا الله يرحم الوالدين واش كاين زعما هذا ما كاينش مسؤول ياخذ شي نهار بعدا غير يقول لنا هادشي واش قانوني ولا لا، على حسب معرفتي واللي نسمع وانا هادشي ما يدارش ولا شي قانوني. وراكم زعما شي واحد الله يحفظ تكون عنده شي حاجه مستعجله، شي مرض، شي وفاه، شي موعد ديال الخدمه مهم بزاف بزاف زعما ويطيح في هذا الموقف هذا زعما ماشي حشومه، الله يلا حشومه. الا مسائل قانونيه حنا مع القانون، اي حاجه تمشى قانونيه في البلاد مع القانون. راه بزاف على المواطن، ماشي كلشي عنده قدره شرائيه لهاد الاثمنه هادو. وزيد عليها انه دابا مراكش كتعاني من قله المسابح العموميه. وملي كنتكلموا على درجات الحراره كيتكرر المشهد نفسه كل سنه. الاطفال كيتاخذوا من الخصات، كيمشيو مثلا الخصه ديال البردعي او الخصه اللي كاينه في شارع محمد السادس امام قصر المؤتمرات. يعني ما كاينش متنفس فين غادي يعوموا. كيعرف الكل على انه مراكش كتواجد به عده مسابح، ولكن كاينين بعض المسابح اللي ما خداماش. ومراكش كيعرف بزاف ديال المسابح الخاصه. هذه المسابح الخاصه يعني باهظه الثمن، وكتعرفوا الاسر في مراكش الله يكون في العون كاين واحد الطبقه هشه اللي هي كبيره. يعني كان كيخص تكون واحد الالتفاته لهذه الفئه من المجتمع اللي هي كتقتصر على القاصرين والمراهقين. ما كيلقاوش فين يعوموا، كيعوموا في السواقي، كيقدروا يتجهوا لطريق اوريكا دوك السواقي زرابه. وكتعرفوا شحال من فاجعه وقعت بحال هكا، شحال ديال الناس اللي ماتوا. يعني كان التفكير الاول يكون ديال الشباب. يعني الناس ما لقاوش ما كاينيش بزاف المسابح العموميه فين يعوموا الشباب. وحنا واحد المدينه اللي فيها الصهد بزاف، راه الدجوره تيوليو كالمجمر، تيوليو سخان. هو صراحه الجوزي زعما ما كاينش شي صهد ولا قضيه مبرعه. نقولوا انه مثلا انت عايش في واحد المدينه اللي هي ساحليه، يعني انت من المحظوظين لانك نقصت عليك بعدا المصاريف ديال وسائل النقل. الشركه الوطنيه للسكك الحديديه زدتو 25 درهم في الخط ديال كازا فواياجور طونجيفيل، وقلنا ما كاين باس صيفوا. ما نعرف شنو الاسباب اللي خلاتكم تزيدوا، ولكن فاش كيولي التران البراق اللي ما بقى براق كيعمل اكثر من 3 ساعات، تقريبا 3 ساعات و10 دقائق من كازا فواياجور حتى لطونجيفيل، راه ما بقاش براق، راه ولا تران عادي، راه ولا كار. غادي تمشي مثلا على رجليك الا كان قريب، اولا تشد شي طوبيس ب4 دراهم ولا شي حاجه وتمشي. ولكن الناس اللي ما عندهمش البحر غادي يضطروا ياخذوا الطوموبيل ديالهم، او لا ياخذوا الكار او ياخذوا التران. مواطنيها جميع الدول التي تحترم المواطنين هي تدخلت الان من اجل يعني على الاقل امرتين للشوك، يعني غير نحدوا داك الضربه اللي غادي تجي للمواطن. عكس المغرب راه كيبان لي بانه الناس ما داتها في والو، يعني ما حيدت لا تيفيا المحروقات، الناس باقيين كتهضر على القطاعات مثلا القطاع ديال النقل، وكان الناس اللي عندها سيارات راه في وضعيه مريحه. راه الكل الان راه ربما الانسان اذا كانت عنده سياره كيوصل بها وليداته وكيقضي بها اغراض ديالو خصو يوقفها وخصو يمشي على رجليهم للمدرسه، خصو يمشيو على رجليهم، خصو هو ما باقيش يخرج السياره ديالو. لماذا نتحدث فقط على الحافلات الى غير ذلك؟ يجب ان نتحدث على المواطن ككل، المواطن واكل العصا في جميع الحالات، لا في المحروقات ولا في الخضره ولا في المعيشه ديالو اليومي. وليسانس اللي تاوا ولا غالي، واللي ما عندوش غادي يكري بكثر من 500 درهم النهار. لقيتوني في مدينه مراكش، جيت كريت الطوموبيل هنا في مدينه مراكش وفي لا سيزون، يعني الصيف قضيه عامره، الدنيا عندهم عامره، قضيه محركه.
قولوا شحال الثمن. انا درت هذا الشيء كامل باش نقول لكم شحال الثمن وشحال عطيت في الضمانه. الضمانه طلبوا لي 150 اورو والثمن ديالها 18 اورو النهار. ها انتم شوف سكودا فابيا. ها انتم شوفوا كي دايره من الداخل. نوفو. ها انتم بهذا الثمن وفي الصبليون وفي لا سيزون. ما قال رغم انه المغرب عنده بزاف ديال لوطيلات وديال دور الضيافه وداكشي، ولكن الطلب كيكثر عليهم في هذه المده الزمنيه ديال الصيف، وهذا الشيء كيخلي الناس يرفعوا في الاثمنه. الوغ كو الناس كيقلبوا غير على شقق بسيطه اللي تكون نقيه، اللي يكونوا معنكافين، يكونوا قرابين، بزاف ديال الحوايج، وكيوليو بهاد الاثمنه هادو بدل انه ما ياخذ شقه واحد 3 ايام ولي كيقول اللهم نمشي ونجي، يمشي يدوز نهار ويتبحر وياكل الحوت ويشد الطريق ويعاود يرجع لدارو. انا كنقول كتجيني الصراحه من هذا بنان بنتي كيجي مثلا الدراري اللي كاين كيدير كيجيو بطاكسي ولا بطوبيس، كيجي هنا كيخلق النهار ديالو كيمشي كيرجع على دارو. صراحه غنقول لكم كنعرفوا راه لنا واحد الوجهه سياحيه اللي معروفه تقريبا كاملين فين كنجيو ليها كنتفرحوا. المهم تقريبا انا فكره نقول تقريبا واحد تتراوح بين 800 درهم حتى 1000 درهم، المهم مبالغ فيه واحد شويه، ولكن فهمتي تقدر تكون زعما هنا فهمتي اليز، ونوع الوجهه اللي مزيانه مع العائله والبنت تجي معنا مع العائله وداك الشيء. انا مؤخرا فاش جيت المغرب ما يمكنش شحال المغرب تبدل عليا، تبدل الناس تبدلوا، كلشي تبدل، ماشي داك المغرب اللي خليت، والله ماشي داك المغرب اللي خليت. خاصه انا بحال مثلا في مراكش عمرات بزاف وحسيت بالانسان، ولا الانسان اللي كنشوف في الزنقه ولا بحال قلتي مندفع، ولا بحال ما عرفتش واش بهذا الشيء ديال السوشيال ميديا اولا اثر زعما على النفسيه ديال البشر. وماشي غير مراكش زعما، راه تندوي على المغرب كامل، حيت راه مشيت لبلايص اخرين وبان لي بنادم ولا صعيب التعامل معاه، دغيا تينفعل، دغيا تيتوتر، دغيا يعني ولا قليل الصبر. زيد عليها الاثمنه، اللي حتى الا مشيتي للاسواق الكبرى راه لقيت الاثمنه زايدين شويه في الثمن. شوفوا هنايا البنات، هاد لي بات هادو اولا سباغيتي شحال فيها اختي هنايا؟ كيلو 4 اورو وعشرين البنات 42 درهم. ايماجين لي بات كدير 42 درهم. بانزاني حيت سميتها بانزاني. ايوا اختي شنو غنقول لكم، تريه فيها نص كيلو دايره 9 درهم اللي هي بريسك 1 اورو. يعني الا بغيتو تاخذوا رخا خاصكم ديك لا دام رخيصه، ولكن ما عرفتش ما كتكونش لا كاليتي ديالها زوينه. شوفوا البنات هذه 3 اورو 70 غير مول الغلا بزاف. شوفوا لي سباغيتي، شوف اختي الاثمنه، شوف ما كاين غير شنو نقول لك، الله يعطيك صحتك. شوف هاد الريجيه هذه كتبان زوينه دايره لها 16 درهم، هذا نص كيلو اورو 60. ابخي كاينه هذه ديري لها اورو 40. هاد لا مارك هذه البنات في ليدل، هذه حلال اللي كاينه في ليدل راه حلال، ديري لها 53 درهم 5 اورو و30. في ليدل كدير 3 اورو ما واصلاش البنات، اولا 3 اورو كالك. هاد لاصوص طوماط هذه ديري لها 10 دراهم، شفتوا 1 اورو، هذه 1 اورو ديري لها اورو 90 اللي هي 10 دراهم. فريمون الاثمنه الصراحه الله يحسن العون. اجي تشوفوا معايا الزيت البنات، العرفتي شنو راه العافيه 15 درهم و50، وها هي الثمن 86.50 8 اورو و60 5 لتر. في ليدل حنا كيتقان شي مرات حتى 5 اورو ولا 6 اورو. 500 و600 مليون فين غادي؟ فين هو غادي؟ وما نساوش حتى الناس المتقاعدين اللي التقاعد ديالهم قليل بزاف المقارنه مع التضخم اللي كيعيشوا حاليا. تخيل راسك نتايا سنوات وانت خدام على امل انك ترتاح واحد النهار وتاخذ المصروف، كتلقى راسك يدك كلشي غالي عليك، وهذاك الشيء اللي كتشد ما كافيكش نهائيا. اثمنه خياليه، واللي هضرتي معاه كيقول لك الحرب والمحروقات زادت. اي حاجه زادت فيها 5 دراهم في الكيلو، ما بقاش دابا الحاجه ديال 5 دراهم، ارخص حاجه 10 دراهم الكيلو. كيف المواطن غادي يعيش في هذا الالتهاب ديال الاسعار هذه؟ ما يمكنليش، والجيب خاوي، والناس ما عاقلينش علينا، حتى واحد ما كيفكر في الشعب، حتى واحد ما كيفكر في الشعب. علاش؟ المواطن خاصو تفكروا فيه، خاصكم تجيو تراقبوا الاسعار والتحيين ديال القانون خاصو يتحين، القانون ديال الاسعار ديك حريه الاسعار خاصها تحيد، خاصهم يجيو يشوفوا الناس كيفاش كتعيش. انسان عنده في التقاعد ديالو 1000 درهم 400 درهم 500 درهم 1500 درهم اللي خدام بالقطاع الخاص، كيف غادي يعيش مع الالتهاب ديال الغلاء ديال الاسعار هكا؟ هادو ما عليهمش، هادو كيتسوقوا كيجيو هنايا، لا يعقلوا هذا باش نبقاو عايشين فيه حنا كمواطنين. الفاسدين راه موجودين في هذا البلاد، الفراقشيه السماسريه موجودين في اي مجال، هادشي خصو يتقطع. للاسف هاد غلاء الاسعار في هاد الوقت خلى الناس كيضربوا الف حساب وحساب باش يدوزوا العطله ديال الصيف ديالهم. العطله ما خاصهاش تكون غير الاغنياء فقط. الحلقه ديالنا وصلت النهايه ديالها، ما تنساوش تخليو لي التعليق ديالكم على البلايص اللي مشيتوا ليها، وعلى واش نتوما لقيتوا الغلاء في شي حوايج اللي ما توقعتوهاش. خليو لي الاراء ديالكم في التعليق، وما تنساوش تدعموني بلايك وسبسكرايب. كنبغيكم بزاف. باي باي.
البلاد